السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مفتاح دايما لكل لاعب الربط دايما بين وسط الملعب والهجوم، وهنا دي مهاره نيمار. هنا سهل قوي نيمار، هو اعتمد على القوه المفروض تكنيك بسيطه، الزاويه البعيده. ايوه طبعا عمل لكن مش قوه. وهنا مش محتاج قوه، انت محتاج تلعبها في البعيده بس بسيطه. وطلع الحارس ايضا سهل في المهمه طبعا خروج الحارس والزاويه مفتوحه. نعم هنا مش محتاجه قوه قوي، محتاجه بس اللمسه اللي متعود عليها نيمار. حالته يسجل اصعب من الكرات هذه. صحيح. شوفوا اللي هنا وهذه الباص بتاع تمريره تدرس لانه وهذه ميسي ايضا تمريره قويه، لازم يلعبها قويه ودقيقه حتى اللاعبين بعيده عن المدافع قريبه من المهاجم، المدافعين ما يقدروش يقطعوها. نشوفوا الذكاء كيف مررها بقوه دقيقه حتى المدافع ما يعطيش امكانيه للدفاع، المدافعين باش يقطعوا الكره، وميسي اضاع فرصه كبيره. لهنا توضح لنا ان البارسا ثلاثه فرص سهله. نعم. انما هو تحس ان هو برضه مشدود لانه يخرج دائما من المباريات. لا اي مدافع يتدخل عليه هو مباشره يرد عليه. المهاجم يلعب بدون ثقه، المهاجم لما يخسر الثقه يفتقد الثقه. شاهدنا يعني بالنسبه لنيمار سهله الكره هذه، لو كان في احسن حالاته يسجلها طبعا، لكن شاهدنا حتى كره ميسي ايضا سهله. شوفوا الكره الثانيه هذه، شوف اضاع فرص سهله. اعتمد التسديد ايضا. عودنا لما يكون في احسن حالاته يسجل اصعب من الكرات هذه.